أولا نختار نهنئ مجموعة الشباب على مبادرتهم لتنظيم مهرجان العيون بالاسم الصحيح عيون المقفى. مقفى هون مقفى ولا طبيعة كيف تعرفوا، وهذا هو الاسم القديم لذيك المنطقة سابقة حوت قاع مدينة. بالنسبة سؤال يتعلق بالثانوية والدراسة بالعيون، أنا دخلت المدرسة الابتدائية 59 كانت أول سنتي، إذا السنة اللي قبل الاستقلال الوطني، وانتقلت من المدرسة الابتدائية اللي هي المدرسة الوحيدة اللي كانت موجودة آنذاك، هي مدرسة أخوي عندي حال، قالها كانت الناس تقولها مدرسة صنبجلو باسم المدير اللي قضى ياسر من الزمن فموت ياسر فترة طويلة. هي مدرسة أخوي عندي في ناحية غربية للمدينة، وكان آنذاك يزرها طب مستشفى، والله بلد الطب آنذاك ما كانت عاد مستشفى وطني جهوية بلد الدول. انتقلت منها إلى الإعدادية 1964. سنتي الأولى كانت 64 65. كانت الثانوية آنذاك 4 أقسام بالاسم اللي كان معطي لها ذيك الساعة، هي السنة السادسة، السنة الخامسة، الرابعة، الثالثة، هي عدل فيها امتحان شهادة الإعدادية، ويعقب الدراسة عقب ذاك تعود لا إما في نواكشوط إما في القوارب، هم اللي فيهم ثانوية. العيون كانت أحد المدن القليلة اللي فيها إعدادية من 59. وكانت إعدادية العيون يوجهوا لها تلاميذ الناجحين في الإعدادية من الحوض الشرقي، الحوض الغربي، الأعصاب، تقانت وفي دماغ. هذه الولايات كاملين كان اللي بالأساس اللي ناجح منهم كان في إعدادية العيون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أنا ينقال لي يسلموا المولود أحد أبناء مدينة العيون، وعدلت فيها الابتدائية وعدلت فيها الإعدادية وعدلت فيها الثانوية، وإعدادية ترى أنا عدت خلتها سنة 71 72، ومشيت منها عاقب الثانوية 1978 كانت هي نهاية دراستي فيها. على النقاع اللي لا نقول عن المدينة ندور نعود إلا ننوه فيه، على مستوى الدراسة. هاي المدينة ودها الله مجموعة من أولادها كانت قد ينقال على أنها هي اللي كانت تتعطل اللي ينقال له الجانب التعليمي في الثقافة. أطلب صفتها كرسميين معلمين في المدارس يمارسون مهنتهم، غير مملكة
آباء وإخوة للأسرة المدرسية، وبالتالي فهم بعد مسؤولية تجاه التلاميذ والتعليم وتحصيلهم. وهؤلاء نذكر منهم البعض. على سبيل المثال أنا الابتدائية تلميذ بعض هؤلاء الأساتذة، منهم محمد الحسن، ومنهم محمد أحمود الحمادي، ومنهم البويل عبد الله، ومنهم عبد الرحمن العبد الفتاح، عبد الفتاح العبد الرحمن. ومن المعلمين الفرنسية كانوا هم مستاهلين من أبناء المدينة، منهم بانم والغرابة، ومنهم الكاحل والمحمد. أنا على رأيي كانوا تعرفون. وطبعا كان فهم العمق الصاهرة على المدرسة بزيادة لهذه الجماعة اللي كانوا فهم المدير والأستاذ والأب للمدرسة سيدي علي فرانسوا وبشير جنبه. هذو أناس كرسوا حياتهم وجهدهم وطاقاتهم للنهوض بهذه المدرسة. كانت تقريبا جيل من الناس، وتم لا يجابر عقب ذاك إما في دراسات العقب ذاك إما في الحياة النشطة، سوى منهم عاد موظفين في الدولة والقطاع الخاص. تم لا في الذاكرة كان، وبعضهم قاع ما زالوا تربطوا علاقات. مثال على الحوض الشرقي والحوض الغربي من خريجي ذي، والله من ذي الفترة قطوا كونوا لقاءات، قطوا نظموا مهرجان تم بدقة 68 و900 ألف حضروا فيه الولايتين. يقال كان أساس المشرفين عليه الإعدادية العيون، مع بعض الأفراد اللي في نواكشوط كانوا في ثانوية نواكشوط. وهذه كانت الإعدادية تخرجوا منها ياسر من اللي قطور موريتانيا من ذو الولايات، ومن في جميع الميادين، سواء منهم أساتذة وسواء أطباء وسواء مسؤولين إداريين مستوى عالي. إلى عاد ذاكرتي ما هي خاينتي، يعود قطع عاد فيه. تخرج منها أحد الوزراء الأولين، ومرة والله انتين تخرجوا منها وزير أول قيادة الحكومة الموريتانية فترات معينة من الزمن. وكان نشاط أساسا دراسي. الاهتمام الكبير كان دراسي، مع أنه فيه بعض الأنشطة الرياضية، وفيه بعض الأنشطة الثقافية، وفيه ذكر على الإعدادية كانت فيه نشاطات ثقافية. من ذاك اللي متاح ذيك الساعة للشباب. ودشرة العيون بالأخص فيها دار الشباب. دار الشباب هو نشاط سياسي متواصل، فيه مكتبة وفيه رياضة وفيه ملي أنشطة ثقافية متنوعة، ويشارك فيه المجموعات على مستوى الأحياء المدينة. واللي كان بعد الجو العام هو هذا أهل العيون، كيف تذوق أهل النعمة وكيف تذوق أهل ولاته وكيف تذوق أهل كيفه إلى آخره.
هذا دار الشباب ما هي ذي ما دار الشباب اللي حالا فيها مفتش شباب، مبادرة من الشباب 68 67 68 بعون مسؤولين المدينة الفاعلين في المدينة. والمدينة تعرفوا كان مقسمة مزاد قعور، كان قال هذا الحي الإداري وهذه البطحة وهذا متيو وهذا العرقوب، أحياء من ذا الشكل، وكلهم يسكنوا بعض من الشباب، وفيهم اللي أناس عندهم نشاط على مستوى الحي. إذا عادت مجموعة تقسيم الدشرة لذو الأحياء يعطيها شخصية تشوف فيها الحي ذاته كاملة. وذاك قد يعود راجع مولي لتقطيع الحزبية السياسية آنذاك، على أن الأحياء يعودوا عندهم تمثيل على مستوى الهيكلة السياسية الموجودة. وقبضنا مبادرة بادرة العيون، كانت حية ونشيطة، فيها جمعيات، ما هي واحدة ولا ثنتين، جمعيات من الناس اللي مولودة في العيون، يا غير الشباب اللي يعمل في قطاعات تعليم والصحة بالأساس، كانوا هم اللي لا يجوا يندمجوا وكانوا جمعيات. وذوك الجمعيات عقبوا عدلوا جمعية واحدة، وقبضت مبادرة طلب قطعة أرضية، ونعطات لهذه البليدة اللي فيها ذلك مفتشة الشغل، وطلبت من الأحياء على أن كل يوم يجي الحي بفعالياته كاملة، ذاك اللي منه يبني وذاك اللي منه قد يعود مساعد وذاك اللي أنشطة مختلفة، وعلى تكاليفه الشخصية يظل يشتغل فيه. ويجي الحي الثاني، وخلق نوع من التنافس الإيجابي إلين وقفت الدار على نيفو مثلا بقى ذاك اللي يتطلب مسائل تنشرق، الحجرة تدقدق فم حجرة العيون، بناية العرقوم مثلا يوم العرقوم يجوا يطوعوا الشباب اللي مراه هذا ذكروا كامل قاع ما شاء الله. فيه كاحل والمحمد عبد العبد، مفتش تعليم ذاك متقاعد، سيدي الأحمد دية، نفهم راجل مات سالم من السكان العيونين قالوا يباكوا لي بلي، نفهم بان مول المرابط اللي ذاك اللي هو مفتش عندنا والله يشتغل في المجتمع المدني. والشباب الثاني اللي نذكر شيخنا والسيدي عالي، نذكر الراجل ما تلاو سالمين، الشيخ واللمقم يرحموه من العيون، كونه والمحمود، ذاك اللي فهم تعطير اللي فيها رواقي اكبر منا احنا في السن، كيف زيدان ولا العربية رحمه رواقي بحال الا القد يساعدوا به يساعدوا. المهم وارواقيش راعي مبارك طول عمرها ان شاء الله اكثر، كانت مولي من النساء الناشطات، مبارك من الشح ناشطات في حي بطحة رقم 2، دار ما هي بعيد من العمر تشي الدار. اذا اللي فهم كامل، وحتى حتى اهل السياسه اللي واحلين فيها لا يدعمون واللي لا يدعموهم ويشجعوا، ونهارات التاليين من العمل هذا الجماعي تجبر تقريبا الحي كامل يوم عليه العمل تجبره كامل في عند الدار، إلين وفروا له الحجار ووفروا له
الطين ووفر الهلمة، وهذا في جو حماسي وتنافسي إيجابي، تنافس إيجابي، إلين ذاك اللي ما لا بد له من الفضة أحصل. وهذه كانت فترة، وعقبة الدار فوت يوسر ما وقطعت، وكثرية الناس مولي مشات عاد مرقب. وعقب الدولة والسلطات قبضت ذيك البليدة ووفاتها، وتتشي كنت شاك على انها مكاتب الاتحادية. ها؟ لا يعود 70 والله 71. وعقب ذاك عاد لين مولي خسر حزب الشعب عادت للشباب وتمت لها تصميم هلاذة. وذاك اللي عدلها وفاته الدولة، ما وفى حد ثاني. شباب مشى كلها، اللي مشى يقرا واللي مشى مولي في عمل مرقب. وخسرت ذيك الروح، فقدنا ذيك الروح والله، فقدتها المدينة مثلا. ما جات جماعة ثانية تحل محل ذاك. هذا من عمل تطوعي اللي جماعي، ما خرج حد عنه، ما من الشباب من الشباب يا غير تقبلتها الناس كاملة، وشاركت فيها الناس كاملة، وعاونت فيها الناس كاملة باسم العيون. ما فم شيء ولا فم اللي فم شيء خصوصي الا اسماء الاحياء اللي ساكنهم كامل سوى يامس قاع ما هو موريتانيا غير يسكن في حي بيه. تعرفون فمت خيام من جارتنا مالي، واحدين منهم قاع ما زالوا هم، واحدين عندهم الجنسية، واحدين مثلا. هذا كامل ينقال له شباب العيون، وخلق روح أخوية وعلاقات متينة مبين ذاك الجيل كامل. هذا بعد مثال على ذاك اللي خلق. مع ان الشباب كان نشيط. الدشرة يعني باقي يقول له ذاك الدشرة والله يا غير انا لا نقول له العيون، والناس كاملة فيه. ما ذكرت واحد فما موجود قاع ذاك قال له أبا يباه، والموسى باه ذاك اللي ساكن في البطحة رقم 2، محمد فالو والإمام يرحمه محمد فالو للذيب مثلا، عبد المختار والمولاي مثلا. ما الناس أهل المدينة العاقب والمحمد علي يرحمه، هذا كامل شيء من ذاك الجيل كامل. ما في حد ما شارك فيه. حسين جدو اللي حالا ذاك مهندس متقاعد. إذا ماني عالم حد يقدر يساهم ما ساهم، ماني عالم. والملاحظة في هذه الفترة اللي كنا احنا فيها، هو على ان المعلمين يتعاملوا مع التلاميذ كأبناء، ما هم هو معلم وهذا تلميذي. وبالتالي العلاقة ما هي علاقة ان نعود ندرسك ونتقاضى راتب. العلاقة هو أعلم ننهض بك، وحتى أعلن المعلمين كانوا دورهم ومتابعتهم يتخطى حدود المدرسة، حتى أعلن التلميذ يتابع خارج المدرسة شغله في الشارع وغيره. إذن هذه الطاقم اللي هو ظاهر لي على أنه ساهم مساهمة جيدة في النهوض بالمدرسة على مستوى العلم. الملاحظة الأخرى هو على مدينة العيون كانت فيها إعدادية مبكرة لا تعود السنوات نهاية الخمسينات بداية الستينات. ظاهر لي على أن ذيك الفترة كانت موجودة فيها الليلة عدد إعدادية روسو ونواكشوط، وفي مرحلة لاحقة لا يعود كيهيدي وطار ظاهر لي أنه لا يعود متوخر عن الأمهات. هذا عدل على المدينة عندها تقليد لاستقبال الطلاب.
وكانت تستقبل التلاميذ الناجحين الإعدادية من مجموعة ولايات كيف النعمة والعصابة وسيدي بابي وتجيجة. جميع هذه الجماعات اللي هي كانت فعل الحال تتواجد في هذه المدينة، وهذا كان حقل للتعارف بين هذا خريجين هذه الولايات اللي هي يخرج بينهم تعارف وتلاقي، وإطاره العام هو المدرسة. ما عنده هذه الأطر الأخرى اللي صبحت اليوم موجودة في القبيلة وفي تجيها، هذا كان محدود. حتى على هيك الساعة ما كنا نفاصلوا بين هذا التلاميذ نعرفهم جايين من كيف وهذا جايين من نعمة، غير ما نفصلوا بين هذا كانوا من القبيلة الفلانية والله من القبيلة الفلانية والله من المجموعة الفلانية والله. إذن هذا تقليد. كانت المدرسة تقوم بدور أساسي في لحمة التلاميذ. ظاهر عن السلطات العمومية هم اللي ذيك الفترة اللي هي كانت لا تقصد على أنها توجه لها بعض التلاميذ كسياسة متبعة من الجهات الأخرى، إياك الناس تتجابر وتتلاحق ما بينهم. وهذا طبعا فيه مجموعة الجيل اللي سابق أنا يدور يعود أدرى هو بهذه الخصوصية اللي دايما. بالنسبة لسكان المدينة، هذه المدينة كانت حاضنة ذاك اللي يجي كامل من التلاميذ. كانت أهله وكانت أصدقاء له، وكانت إطار استقبال لهذه المجموعات كاملة اللي جاية من المرقب. ما فيها حد يشعر بغربة ولا يشعر بأنه ما هو عند أهله، وبالتالي الحقيقة كانت فهم خلفية احتضان جميع الوافدين ذيك المدرسة ذيك. درجة أعلن بعض من الأمور، بعض من الأحداث اللي يوقعوا داخل المؤسسة في الفترة كان يعودوا في اضطرابات، احتجاجات التلاميذ ومآخذهم على الإدارة. كانوا شركاء فيهم أهل المدينة، ذا اللي يحسوا به. ما تقدر تعرف إذا كان هذه مطالب إذا كان هي للمدينة ولا مطالب التلاميذ دون المدينة. وبالتالي من هذا الجانب كان فيه دور أساسي كيف التلاميذ اللي يضربوا رجالك المدينة كاملة تقريبا نقول على النقطة، كيف التلاميذ اللي يحسوا شيء أولك هو الشغل الشاقل بالنسبة لسكان المدينة، وهذا نساوي فيه الكبير والصغير والمسؤول. المسألة الأخرى هو على يوك الحكماء ويوك الرشداء كاملين من أهل الدشرة، وعادة في المكتب آباء للتلاميذ. هذا زاد مدير المكتب، يعني أنه فترة احنا كان يصهر مرور الزمن نلاحظوا على أنهم كانوا يصهروا في الحقيقة على مصلحة التلاميذ وأهلية المدرسة وتطورها. هذا من طبيعة هذه المدينة دي. الجانب الآخر واللي أساسي ظاهر اللي أعلنه هو أعلن في سنة 73 إصلاح التعليم 73. هذا التعليم اللي هو التعريب، سياسة التعريب اللي عدلت نهضت بهذه الإعدادية نهوض أكبر، وهذا عدل على أنها انفتح المجال لهذه الناس اللي كانت متأخرة عن التعليم على أنها تلتحق به من جديد. وبالتالي كانت زاد المدينة وجهة الطلاب النعمة والطلاب كيف وتيجة والسيدة حتى السيدي بالي، أي كل ما كان عنده أهلية لأنه يدخل المدرسة انطلاقا من المعلومات المحورية ومن المعلومات العربية دون على أنه يعود تعلم،
المدرسة. هذا التعليم اللي له عدل نهضة بالنسبة للمدرسة على جانبين. واحد الناس اللي ما أصلا تعرف العربية فتح المجال قدامه هو داخلته بدفعات. الجانب الآخر هو على أنه انهض بالتعليم على مستوى النساء، لأن تعليم النساء دائما يتطور حسب تطور الإطار التعليمي. ليدا في المدرسة الابتدائية يطلع تقرأ في الابتدائية قريبين يعود عاد لا يجر منها التنقل والله الانقطاع يتوقفوا عنه، وبالتالي كون أعلن هذه الثانوية افتتاح الثانوية وانفتاحها على التعليم العربي التعليم هذا عدل نهضة أساسية، وواضح لأنها تواصلت في ما بعد لهذا. الجانب الآخر واحد الإعلان واللي أساسي هو أعلن إعدادية العيون وثانوية العيون كانوا في طليعة تلاميذ هذه الإعدادية، كانوا في طليعة التطلعات الوطنية. المدرسة ما كانت غايبة عنهم، كان مثلا ما يدار وما يفكر التفكير والحركات كاملة اللي كانت موجودة في الوطن كانت موجودة على أساس هذه الإعدادية وعلى هذه الثانوية. وهم فيه ميزة خاصة هو على أنها بالتفاوت في مشاربها والتفاوت وتوجهاتها كانت فيها تعايش سلمي وصداقة بين أهلها دون على أن يأثر عليها على أن هذا ينتمي كذا والله ينتمي كذا والله ينتمي كذا. وفي الخلاصة نقول على المستوى على الأقل أعلن إعدادية وثانوية العلوم كان لهم دور أساسي ومحوري في إنتاج نخبة هذا الوطن، سواء كان على المستوى المدني كمهندسين كأطباء كإداريين كأساتذة، وهو على المستوى العسكري اللي يحقق يعني إنهم عدلوا الإحصاءات دوروا لا نشوفوا على أن النخبة تمهيد خريجين هذه المدرسة فيها ومن الولايات كاملة. هذه هي ميزته، أعلنوا فيه الولايات كاملة أعلنوا الحقيقة نسبتهم من النخبة الوطنية على أنها لا نخبة أساسية. مرحلة الدراسة بدنا نعود هيك الساعة تعرضنا يوصل من بفعل من الأمور بفعل الزمن يقال مرور الزمن اختاروا مثل بعد بالنسبة لذيك تحركات كاملة اللي كنا شركاء فيها بدور آباء التلاميذ وبدور المسؤولين الإداريين اللي الحقيقة ذيك الساعة كانوا عندهم اهتمام تيم بالنسبة اللي قالوا مصلحة التلاميذ من حيث الفصل ومن حيث الحفاظ على ما يتضرر، يتم حصر الضرر على مستويات قليلة بالنسبة للتلاميذ ذيك الساعة. ونذكر هنا فيها يقوم الأمن ذيك الساعة اللي الحقيقة تعاطفوا معنا، نذكر منهم أهلها على الأقل كوماندان كومباني جندرمري حبيب الله أحمدي جزاه الله خيرا اللي كنا ذيك الساعة زال قوته واشتركوا معاه ياسر الجمهور يقال هذا تم أبو يضحك وجوه منهم القطب والمحمداوي هذا مضوض الشرطة اللي الحقيقة تميز ما اللي هو بصبره طول باله، كل نهار نعدلوا له مظاهرات كل نهار زاحموا إدارته. ومنهم المختار واللساني كان قائد الحرس في الساعة اللي الحقيقة يوقف معنا. هذا مراحل انتم ما تدركون نعرف أنا معناهم. زملائك الطلاب اللي كان معك المظاهرات كان يقول المظاهرات وما كان أنا كانوا يختاروا نقولهم على كل حال لكن اللي كنا نعدلوا كامل كنا نعدلوا مشتركين غير بعد كنا زملاء كاملين يسوى مني. تميزت المدرسة بأنها نشاطاتها كاملة ومظاهراتها وضرباتها شاملة، الناس كاملة تمشي فيهم ما يبقى عنهم حد. مثلا ما من المدارس اللي عرفوا على أن التلاميذ يعودوا فيهم وحدين ماشيين يضرب وحدين ضد الإضراب معاكسينهم هم وحدين ما يمشوا فيه غير ما هم ضده. هذا اسمع معناها على أن كانت فم وحدة وهذا الأصناف كاملين ذاك كامل كان يعدل الله بالإجماع
وطبعا أنا بعد ما أختار الناس يعني مأذون تكلم تكلم عن شخص نفسي، وظهر لي أنا بعد مرور الزمن على أنها كانت تجربة أساسية في حياتي. اللي تعلم القاع والله نقد نعود اللي تشتغل لازم في الفكرة، وراجع صار له علم يتواصل، وراجع علمكم انتم كشباب تهتموا بهذا البلد، اللي تهتموا بهذه المهرجانات اللي تبان لها تعود حادث تقليد. تحلو زي اللي قالوا التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية في البلد، بعيدا عن السياسة وبعيدا عن الفولكلور اللي المدينة والولاية بصفة عامة عندها ياسر من الطاقات والإمكانيات للتنمية بقدر الحقيقة. ظاهر لي على نحن أنا وجيلي على الأقل لا نقوله على إني أنا وجيلي والجيل اللي سبقنا بدنا نعود ما قمنا بالدور مطلوب منا ما يتعلق بالنهوض بالولاية وتنمية الولاية. دور نعود عندنا كنا ياسر من الفرص اللي ما قمنا بها واجعة، وكثير بعض الناس كانت تسامحنا فيه، ونبهنكم انتم عليها انكم لا تقضوا ذاك الله ولا تحاولوا على انكم تطلعوا ذاك الدور اللي ما قمنا احنا فيه، وياكم انكم تنهضوا في المدينة، وهذا لا يعود شرف ونتيجته للمكان لي، واشكركم.